بتاع يوم الجمعة، ولو سألتوني ما نزلتهوش ليه يوم الجمعة علشان لسه كنت ما عملتلوش مونتاج. فلما خلصته وعملت له مونتاج قلت انزله. تعالوا بقى اخدكم في يومي النهارده اقول لكم عملت ايه. اول ما صحيت كده شغلت بخور بقى وشغلت القرآن وعطرت البيت كله. بعد كده بدأت احضر في فطار يوم الجمعة. انا عادة مش بفطر الفطار ده كل يوم، بس قلت استثناء كده نحضر فطار حلو. عملت البتنجان، حطيت له شوية ملح وسبته يخر المية بتاعته، بعد كده قليته في الزيت. بعد كده بقى قطعت البطاطس كده شيبسي وحمرتها هي كمان في الزيت. وعقبال ما تتحمر بقى عملت خلطة البتنجان، معلقة من الثوم المفروم، معلقة من هريسة الشطة، وشوية كمون وشوية خل. هعمل لهم ميكس كده بقى وهما في العلبة، وبس كده يكون البتنجان بتاعي جاهز وبيبقى طعمه تحفة. البطاطس كمان معايا اتحمرت، فقلت بقى اجهز الفول. عملت الفول طحينة عليها شوية زيت شوية ليمون ملح وفلفل وكمون وحطيتها عليها. الفلافل بقى بحط عليها شويه بيكنج باودر كده قبل ما اقليها، تخلي الفلافل بتاعتي هشه ويبقى طعمها حلو قوي. هرست كمان الفول كده بهرسه البطاطس، والفلافل بقى كانت جهزت. ودي الفلافل اللي انا عملتها معاكم بجد طعمها تحفه. خلصنا بقى الفطار الحمد لله وفطرنا، وبدات بقى في معركه البيت. اول حاجه شغلت الغساله على الغسيل اللي كان عايز يتغسل طبعا، وكان عندي غسيل على المنشر لميته وطبقته، هو ما كانش كتير قوي. بعد كده بقى دخلت غسلت الكام حاجه اللي كانوا مطرح الفطار كده في الحوض، قلت اظبط الدنيا يعني قبل ما ابدا في الغدا. وعملت كمان عصير ليمون كده عشان الجو النهارده حر قوي. عملت عصير ليمون كده باللبن بيبقى طعمه حلو قوي. عملته بقى وحطيته في التلاجة عشان يسقع، وبدات اجهز في الغدا. النهارده هعمل فتة شاورما، بس شاورما مصري. فحطيت اللحمه بقى تستوي، وكنت بقى طالبه اوردر كده ادوات للنظافه، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني بجد هتعجبكم قوي. بعد كده بقى كنت عايزه اعمل مخلل ليمون، فجبت الليمون كده غسلته كويس. وبعد كده انا بغلي الليمون في ميه لحد ما يستوي خالص عشان ما ياخدش معايا وقت في التمليح. كنت بقى واقفه طول اليوم في المطبخ كده وانا بعمل الغدا، مشغله المروحه وجنبي ازازه الميه لان الجو كان حر قوي. عملت بقى الشاورما، والشاورما انا عملتها معاكم قبل كده كتير قوي، هتلاقوها في الهايلايت بتاع الانستجرام. عملت بقى الرز، شويه كاري شويه كركم قرفه وملح وكمون وشويه حبهان، وحمرتهم كده في السمنه. وحطيت الرز وشوحت الرز كده مع التوابل. بعد كده حطيت عليه الميه وسبته بقى لحد ما يستوي خالص. الليمون بقى كان استوى، حطيته في علبه، حطيت عليه ملح وشطه وشويه حبه البركه وشويه عصفر، وحطيت عليه الميه وبس كده. هغطيه بقى واسيبه لحد لما يتخلل بقى براحته. وبعد كده اتغدينا الحمد لله، والاكل كان حلو قوي. خلصت بقى الاكل ودخلت عملت البوتاجاز. طبعا عملت الحوامل بتاعه البوتاجاز، وعملت بقى البوتاجاز نفسه بالوايبس بتاع الدهون ده اللي انا جبته ووريته لكم. وبصراحه هو كفى ووفى ونضف لي البوتاجاز جدا، فحلو قوي. بعد كده بقى كنت عايزه اشرب قهوه عشان كان عندي صداع جامد، فعملت بقى من القهوه دي اللي هي بالنوتيلا، عملتها كده باللبن وحطيت عليها السنه